الاستاذ يوسف شعبان. برحب بيك جدا في برنامج 90 دقيقة يا استاذ يوسف، وانت منور. ربنا يخليك. وشكرا لقبولك الدعوة. لا ده انسان عزيز، شكرا. يسعدني جدا ان انا اكون في ضيافتك يعني. وحضرتك مقل على فكرة في الظهور الاعلامي ده، بقالي فترة ما شفتكش. انا بقالي 4 سنين دلوقتي ما طلعتش في حتة. لا مفيش حاجه. طب استاذ يوسف، بالنسبة لجمهورك، وانا واحد منهم اكيد، ويعني انا شايف ان انا مش مفروض حتى اتكلم عن من هو يوسف شعبان، ولا ايه الاعمال اللي عملها، ولا ايه التاريخ بتاع يوسف شعبان، لان ده شيء زي ما تقول تحصيل حاصل، المشاهد المصري والعربي عارفه وحافظه صم. انما لو سألت حضرتك بكل بساطة، هو فين النهارده يوسف شعبان، فتقول لي ايه؟ هو الحاجه الغريبه اللي حصلت يعني انه احنا لما اتخرجنا من معاهد التمثيل والكليات المتخصصه في التمثيل وكده، كان في جيل من الممثلين في مصر، وده كان عامل نهضه كبيره جدا خصوصا في السينما، كان قبل التلفزيون ما يتعمل يعني. احنا دخلنا مع افتتاح التلفزيون في الستينات، وبالتالي كان في نهضه ثقافيه وتساوي النهضه الفنيه اللي اتعملت في الستينات. والاثنين امتزجوا ببعض وعملوا ظاهره غريبه جدا، جددوا المقوله اللي بتقول ان القاهره هي هوليود الشرق. صحيح. وده عملوه اجيال على مدى 120 سنه عمر السينما المصريه يعني. وحضرتك نجمك كان بيلمع جدا في هذه الفتره مع دخول او ظهور التلفزيون اللي هو كان بيسموه التلفزيون العربي. ده كان في سنه 60 تحديدا، في الستينات 64. وكان ساعتها السينما طبعا المصريه والمسرح المصري في القمه الظهر. فكنت موجود، مش انا بس، انا وجيلي طبعا، وجيل من المخرجين اللي برضه اتخرجوا من معاهد السينما وتتلمذوا على ايدي مخرجين كبار، مثل صلاح ابو سيف وكمال الشيخ وعاطف سالم وفطين ابو وهاب. جيل من المخرجين برضه اكتسبوا هذه الخبره، وابتدينا نندمج وعملنا فعلا النهضه اللي حصلت في الستينات والسبعينات وكده. تمام. فجأة من حوالي 4 سنين كده، لا بقى في جيلي من الممثلين ولا جيلي من المخرجين. مش موجودين خلاص. اتحكم عليهم بالإعدام. ليه؟ مش معروف السبب. هل ده المقصود بيه انه اللي بيتعمل احسن من اللي احنا كنا بنعمله؟ هل ده مقصود بيه انه جيل الشباب هو اللي لازم يحتل المكان؟ عموما القمه او المساحه فيها متسعه للجميع، واحنا لما اشتغلنا كان في برضه زملائنا اساتذتنا وكانوا كبار وكانوا من اعمده الدراما في التلفزيون او في السينما. فجاه الجيل بتاعنا ده مش موجود، والجيل نفسه من المخرجين مش موجود. في شباب جديد يعني، اهلا بالشباب يعني، ما بقولش حاجه، بس الشباب لوحده مش هيعمل حاجه. طب ليه ما نقولش يا استاذ يوسف، مع احترامي الشديد لكلام حضرتك طبعا، انه دي سنه الحياه، ان الاجيال بتسلم بعضيها. طيب ما هم مش سلموش مننا، هم لغونا وطلعوا هم لوحدهم. ايه معنى لغونا دي يا استاذ يوسف؟ ما هو ما فيش اي تعاون بيننا وبينهم. يعني حضرتك عايز تقول، بس ربما تكون بتتعفف انك تقولها، يعني لا توجد اعمال تعرض على الفنان الكبير يوسف شعبان؟ مفيش اعمال بتعرض عليك؟ ولا انا ولا جيلي كله. يعني اخر عمل كان ايه بالنسبه لحضرتك؟ اخر عمل كان انا عندي طبعا الاعمال كلها اللي هي مثلا في الدراما،
كان في امرأة من زمن الحب، اصل رأفت الهجان ده من زمان قوي. لا رأفت الهجان ده في بقى الضوء الشارد بعديه، في الضوء الشارد، وده من انجح المسلسلات من ساعه ما اتعملت الدراما في التلفزيون. انجح مسلسل. اتعاد 63 مره. ياه. كل مره الجمهور بيتفرج عليه. كان الله يرحمه الاستاذ ممدوح عبد العليم. ايوه. كنا مجموعه جميله جدا، وسميحه ايوب. وسميحه ايوب مع الفنانه الكبيره طبعا الاستاذ محمد رياض، استاذ جمال اسماعيل. طيب من حضرتك بقالك حوالي 4 أو 5 سنوات لم تشترك او تشارك في اي عمل. ايوه. طب يعني معلش، يعني هل ده بسبب انك قاعد كده في البيت، ولا بسبب ان مفيش اعمال، مفيش حد بيكلمك بيتواصل معاك، ولا اعمال ما بتعجبكش بالنسبه لتاريخك؟ لا، هو اولا مفيش اي اتصال زي ما كان بيحصل الاول. ان شركه تقول لي انا ابعت لك السيناريو او الدور كذا، او اتفق معاه يتفقوا معايا وهكذا. هو مش انا لوحدي، انا ما بتكلمش عن نفسي. انا عارف. انا عملت كل الادوار اللي ممكن تتعمل. يعني انا شبعان تمثيل. أيوة. صراحه انا اشتغلت في المهنه دي 50 سنه. مظبوط. فشبعان تماما، يعني نص قرن. انما الموقف اللي انا عملته ده احتجاجا على ما يقدم. الشباب لوحده مش هيقدر يعمل نهضه مسرحيه او نهضه دراميه. مش لوحده، لازم الاجيال اللي قبليه تكون اعمده معاه. طب حضرتك لما بتتكلم على الموقف الاخير للي بيتابعنا، حضرتك اعلنت اعتزالك الفن؟ ايوه. طب استاذ يوسف، يعني هل حضرتك بالمناسبه واحنا بنكلم بعض في لقطات من مسلسل شهير جدا وهو